200 سبسكرايبر. السلام عليكم، انا في قناه متواضعه جيمولوجي. انا اخوكم محمد سعيد. ايه رايكم في الدخله دي؟ مبتكره واكيد ما حدش فكر فيها. حبيت اشكركم في فيديو شخصي. ايوه، ما دام بصور موبايل يبقى شخصي، هو ده اللوجيك بتاعي. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وعيد سعيد وجميل وزي العسل عليكم. اخرجوا وتفسحوا وشوفوا قرايبكم، اعملوا كل حاجه نفسكم فيها. عيد يا جدعان، الفرحه. بس بصوا ايديكم، ما حدش يصور مع الاسد. بجد الاسد ده لو ممكن يتكلم يعني سيبوا الاسد في حاله يا جدعان. والله الاسد ده مصر كلها، مش الاسد، في حاجات غيره في البلد يعني، مش كده. شكرا بجد انكم وصلتوني الرقم ده. يعني انا عارف ان ممكن يكون بالنسبه ليوتيوبرز كبار مثلا او يوتيوبرز كتير الرقم ده مش كبير، بس انا يعني بجد بالنسبه لي يعني انا ما كنتش احلم ان انا اوصل الرقم ده في الفتره القصيره دي. يعني عايز اقول لكم من 3 اسابيع تقريبا كنا احنا حوالي 20 سبسكرايبر بس، دلوقتي بقينا 200. انت متخيل 200 واحد عجبه اللي انا بعمله، و200 واحد مقتنع باللي انا بعمله، 200 واحد ضحك معايا، ويعني عشنا كام فيديو، كام تجربه حلوين، وان شاء الله مكملين يعني. بس بجد حاجه تفرح. فاشكركم على الاحساس ده بجد. شكرا لكل تعليقاتكم الجميله، يعني بجد الى الان ما شفتش تعليق وحش. يعني ده في حد ذاته انجاز على اليوتيوب. انا عايز اقول لكم ان اغلب اليوتيوبرز، في ناس اقل مني في السبسكرايبرز مثلا ممكن تلاقي تعليقات بايخه، لكن انا بالنسبه لي الى الان ما شفتش تعليق وحش، مع اني بصراحه كنت مستنيه. يعني انا لما بدات اعمل فيديوهات كنت مستني التعليق بتاع الطبدان، انت فاهم اللي هو يعني التعليق ده مشهور جدا وموجود في اغلب اليوتيوبرز. بس بجد يعني لقيت ناس محترمه، بالعكس تعليقاتكم جميله محفزه مشجعه يعني بجد. عارف في يوتيوبرز كتير يقعد يقول لك انا رغم كل الشتايم ورغم التهزيق مكمل. لا، انا ما مش مضطر اقول الكلام ده بجد، لان ما شاء الله كلامكم جميل جدا محفز. بالعكس يعني انا يمكن انا اللي بيسخني بيخليني اعمل فيديوهات اصلا الكلام الجميل ده بجد. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف، مالي قلب الدراما رومانسيه كده. بس يعني بجد بعد ربنا سبحانه وتعالى، انتوا السبب ان انا بعمل فيديوهات، انتوا السبب ان انا خدت اول خطوه في اليوتيوب، انتوا السبب ان انا جرأت وبدات يعني احسن من نفسي اكتر واكتر، وانتوا السبب ان افضل على طول مكمل ومستمر ان شاء الله. وفي النهايه كالعاده لازم نبتكر ونشغل دماغنا احنا كعرب، يعني نبطل نقلد يوتيوبر اجانب. يعني انت كيوتيوبر عربي مصري فكر في حاجه جديده، ما تقعدش تقلد في يوتيوبر زي اجانب بس. وفي النهايه يعني حابب اقول لكم برو فيست.